السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتنقول لكم عواشركم مبروكه بالصحيحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله. في هذا الفيديو نشارك معكم 8 ديال الاشكال ديال الحليوات هكا ديال العيد، دوازاتاي وصابلي اللي درتهم من عجينه وحده. كل شكل كيجيب مذاق مختلف وتيجيو رائعين وكيعطينا كميه كثيره اكثر من 200 حبه اللي كيخرج لكم هذا العجين هذا. تبعوا معايا ان شاء الله الفيديو للاخر. عندنا 375 غرام ديال الزبده، يعني رابعه ونص ديال الزبده، 375 غرام بالضبط ديال الزبده اللي درت معاها 3 الكيسان ديال السكر سنيده وواحد الرشه ديال الملحه ضروري. خدمتهم هكا شي شويه مع بعضياتهم. الزبده دائما كتكون بدرجه حراره المطبخ، كتخدم بكل سهوله ما كتعذبش نهائيا الا جبدتوها قبل من الثلاجه هكا بواحد المده. زدت عليها جوج نتاع الاكياس نتاع الفاني، وغادي ندير 3 الكيسان ديال الزيت. بالنسبه للسكر سنيده تقدروا ديروا قل، ولكن 3 الكيسان في هاد الكميه زعما نتاع العجين اللي درت راه ما جاتش نهائيا حلوه بزاف، جات معتادله، جات هي هذيك، ولكن تقدروا تنقصوا الا بغيتوا. عندي 4 ديال الحبات ديال البيض. غير تبعوا معايا هاد العجين هذا راه تيجي تيحمق، كيجي بنين بزاف. وكيف ما شفتوا معايا خرجنا منه شكيلات نتاع دوازاتاي وشكيلات نتاع الصابلي، اللي تيجي داك الصابلي ناجح ما كيتخسرش نهائيا، كيبقى محافظ على الشكل ديالو في الفران. هنا الحاجه اللي كنضيفها وكتعطي واحد المذاق رائع وكتخلي دوازاتاي يجي هشيش ويجي زوين، عندنا الحليب غبره. درت 3 المعالق كبار عامرين مزيان نتاع الحليب غبره. تقدروا تعوضوه بمايزينا نشا، ولكن الحليب غبره كيعطينا ديك الهشاشه للدوازاتي، وفي نفس الوقت كيعطيه واحد اللذه زوينه بزاف بزاف. غير جربوه غادي تحماقوا عليه. شتي الا درتو دوازاتي ديالكم هكا وضفتوا له الحليب غبره راه تيجي بنين بزاف بلا ما عاد تحتاجوا تزيدوا ديروا له شي اضافه اخرى باش يولي لذيذ اكثر. غادي نخدم هكا داك الخليط هكا مع بعضياتو كيف ما كنخدموا دائما الدوازاتاي ديالنا. وغادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه، دائما الدقيق تنقربوا حدانا وتنبقاو نخدموا هكا بيد، وكنضيفوا الدقيق بيد حتى كتجمع لينا العجين. المهم انكم ما تقصحوهاش، ولكن الا مشات حتى قصحت لكم ما كاينش مشكل، تقدروا تضيفوا لها واحد شويه نتاع الحليب. تجيبوا حداكم هكا واحد نصيص كاس الحليب وتبقاو بحال اللي تضيفوا غير بالمعلقه وتخدموا العجينه ديالكم حتى تبان لكم رجعات هي هذيك. المهم من الاول، من الاحسن من الاول حاولوا ما تخليوهاش تقصح لكم. قسمت العجينه ديالي على جوج، شتو تبارك الله راه كتعطينا كميه كثيره. النص اللي غادي نخدم به 4 اشكال ديال الصاب اللي غنحتفظ به من بعد، وهذا النص هذا اللي غنخدم به 4 ديال الشكيلات ديال دوازاتي هو اللي بديت به. كل شكل هنايا غادي نحاول نعطيه واحد النكهه مختلفه، وكيف ما قلت لكم تقدروا تحتفظوا بالعجين ديالكم غير هكا راه تيجي لذيذ بزاف بداك الحليب غبره اللي درنا. هنايا بالنسبه للعجينه الاولى ضفت ليها النكهه نتاع اللوز، كتجي زوينه بزاف لان هذا الشكيل هذا مازال غادي نخدمه باللوز، وغادي نعمرو بواحد الحشوه ديال اللوز اللي تيجي تيحمق هاد الدوازاتي. راه اللي كلاه عندكم غادي يسولكم على الوصفه ديالو. غادي نحتفظ به دائما، كنغطيوه في بلاستيك باش ما كتنشفش لينا العجينه هكا وتشقق. بالنسبه للشكل الثاني ضفت عليه الكاكاو، درت تقريبا واحد 2 معالق ديال الكاكاو. ما قصحتش ليا العجينه لانني خليتها مرخوفه، درت بحسابي نخليها شي شويه مرخوفه هكا باش ما تنشفش ليا. وفي نفس الوقت نتوما كما قلت لكم الا نشفات لكم دائما استعنوا غير بشويه ديال الحليب، تبقاو تضيفوه بالمعلقه الحليب صافي كترجع لكم العجينه طريه. هنا انا ضفت 2 معالق الكاكاو ولكن ما قصحت ليش العجينه. الحاجه اللي درتها هنا لقيت راسي سهيت وما درتش الخميرات الحلوه، لان بالنسبه لهاد الاشكال نتاع دوازاتي تندير فيهم الخميرات الحلوه، وبالنسبه للشكيلات نتاع الصابلي ما تنديرش فيهم الخميره، لان الخميره هي اللي كتخليهم يتنفخوا ويتبدل لهم الشكل ديالهم ملي تدخلوهم للفران. فرجعت درت لهم الخميره كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه هنايا للعجينه الثالثه درت عليها حتى هي نص معلقه صغيره ديال الخميرات الحلوه، غير نص معلقه صغيره، وجوج ديال الفرماجات. حتى الفرماج تيعطينا واحد البنه زوينه بزاف دوازاتي. المهم كل شكل الصراحه زعما واخا نعيا نوصف لكم راه ما نقولش لكم شحال جاو بنانين بزاف بزاف. غادي نخلي الكره التاليه نتاع العجينه غنخليها نحتفظ بها غير هكاك بالنكهه ديالها.
بالنسبه للشكل الاول خديت هنا 2 معالق نتاع الكوك، ضفت عليهم 2 معالق نتاع الكونفيتور ديال المشماش، غادي نخدمهم هكا مع بعضياتهم تيولي عندي واحد الخليط على هذا الشكل غير ما يكونش جاري. تقدروا تعوضوا الكونفيتور بالشوكولات الابيض، حتى الشوكولات الابيض هكا مع الكوك خدموه هكا مع بعضياتهم يعطيكم واحد لاباط هكا نتاع الكوك بالشوكولات، وخليوها تبرد غير واحد شي شويه وبداو تعمروا بها دوازاتاي ديالكم. هاد الطريقه هذه اللي درت جا زوين بزاف، شي حاجه اللي مختلفه، المذاق تيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. كنبغيو نديرو دوازاتاي كيف ما تنقول لكم ديما، اللي غادي يخدم شكل يخدم 2 ويخدم 3 ويخدم 4 في مره، كتسهلوا عليكم الخدمه هكا. وتقدروا كاع ديروا العجين بحال هكا وتقسموه على 2، النص تخدموه بحال اليوم والنص تخدموه لغد ليه. المهم ما نخدموش كل شكل بوحدو، يعني من عجينه واحده راح نقدروا نخرجوا شحال من شكل وكل شكل بمذاق مختلف. استمريت على هذا الشكل هذا هكا حتى خدمت هذيك العجينه اللي عندي كامله، كتعطي تبارك الله كميه معقوله. كنحاول نعمر هكا شي شويه في الوسط، والعجينه راها كتكون زوينه كتسهله في الخدمه ما كتعذبش نهائيا. شتو كنبقى غير نجمعها هكا ونتاكد بان راه هذيك الحشوه اللي درت لداخل ما خارجه حتى من شي بلاصه صافي. نكور العجينه ديالي مزيان على شكل غريبه، وكيبقى لكم الاختيار الحجم قداش بغيتو ديروه، واش صغير واش كيعجبكم دوازاتاي كبير. انا الصراحه تيعجبني شي شويه يكون هكا شويه صغير. بالنسبه للشكل الثاني اللي درنا له العجينه اللي درنا لها النكهه ديال اللوز، خديت هنايا 2 معالق كبار نتاع اللوز اللي محمر ومهرمش بالقشره ديالو، وزدت عليه 2 معالق نتاع الكراميل. الكراميل خديت هذاك الحليب المركز وطيبته حتى ولا كراميل، ودرتو هكا حتى هو بنفس الشكل بنفس الاول اللي درنا عمرناه بالكوك مع الكونفيتور، هذا عمرته باللوز والكراميل، جا حتى هو زوين بزاف بزاف. كنخدمو حتى هو على شكل غريبه كما قلت لكم. ديروا الحشوه في الوسط، العجينه راها كتكون ساهله بزاف في الخدمه ما كتعذبكمش نهائيا. غير تبقاو تجمعوا هكايا منين ديروا الحشوه. هانتوما شوفوا معايا كيفاش تندير، الا بانت لكم شي بلاصه ناقصه فيها العجينه ما غاديش تسد تقدروا تزيدوا بحال هكا. غير مهم كتغطيو ديك الحشوه ما تبقاش تبان من شي بلاصه خارجه، وتقادوا العجينه ديالكم هكا مزيان على الشكل كيف ما كنديروا كيما كنكوروا غريبه، وديروها في الصينيه د الفرن. بالنسبه للشكل الثالث اللي درنا له الكاكاو، العجينه اللي كنت ضفت عليها 2 معالق ديال الكاكاو. شوفوا معايا كيفاش تنخدمها. كناخذ واحد الكره هكا صغيره بيدي، كنستعن بالصبع الكبير هو اللي كندير به حفره في الوسط، والجناب كنبقى نحاول نطلعهم كيف ما راه واضح في الصوره، وكندوزو في الابيض نتاع البيض، وكندوزو في هذاك عندي داك النوتشي اللي مهرمش البندق ماشي اللوز الاخر، هذاك البندق اللي تيكون مع الشوكولات حتى هو مهرمش. تقدروا ديروا اللي بغيتو، تقدروا تعوضوه بكاوكاو اولا بلوز اولا اللي متوفر عندكم. هذا النوتشي هذا المذاق ديالو كيجي زوين بزاف مع الشوكولات. شفتوا معايا كيف ما قلت لكم شكيلات اللي ساهلين تقدروا توجدوهم، غير يكون عندكم هكا شي شويه د الوقت راكم توجدوهم ان شاء الله وتفرحوا بهم وتفرحوا بهم وليداتكم. دابا ياك راكم متبعين معايا الشكل اللي درنا له النكهه د اللوز عمرناه بالحشوه د اللوز والكراميل، الشكل اللي درنا له الكونفيتور مع الكوك هذاك هو هذيك هي العجينه اللي ما ضفنا عليها حتى شي حاجه، عمرتها من الداخل بالكوك مع الكونفيتور. والشكل اللي العجينه اللي ضفنا عليها الكاكاو هي اللي شفتوا معايا دابا دوزناها في الابيض البيض ودوزناها في داك البندق. واخر شكل دابا هو هذا اللي كنا ضفنا عليه 2 ديال الفرماجات. غادي ندير له هاد الطريقه هذه حتى هي اللي ساهله بزاف بسيطه وكيجي المنظر ديالو زوين. كناخذ العجينه حتى هي كنشكلها بحال غريبه، كنحاول نضغط عليها شي شويه، كندوزها في سكر كلاصي، وغادي ناخذ واحد المعلقه اللي غادي ندير بها هكا مع الجناب غادي بحال اللي كندور، وكنحاول نحفر بديك الراس ديال المعلقه غير واحد شي شويه حتى كتشكل لينا بحال شي وريضه. صافي ساهل بزاف التحضير، وكلهم هاد التشكيلات كيطيبوا بنفس الطريقه. الفران ديال الغاز غتشعلوا العافيه من التحت، غادي ديروا الكاطو ديالكم يطيب شي شويه من التحت، يتحمر غير شي شويه، صافي كتشعلوا عليه من الفوق عاوتاني غير شويه تقابلوه باش ما يتحرقش. الفران ديال الضوء كنشعلو من الفوق ومن التحت، كنقربوا الصينيه ديالنا للتحت، كتكون قريبه اكثر للتحت ما كنقربوهاش للفوق، كنهبطوها شويه للتحت
وكنبقاو رادين معاه البال تقريبا ما كي الا كان الفران سخون راه تقريبا 10 دقائق كيكون واجد. بالنسبه هنا للعجينه ديال الصابلي حتى هي خديتها قسمتها على 4، جوج نتاع الكرات غنحتفظ بهم هكاك، ما غنضيف عليهم حتى شي نكهه، غير في التزيين غادي لداك التزيين اللي غادي ندير لهم غادي يعطيهم مذاق خاص بهم. احتفظت بهم هكا ضروري. العجينه دائما تنغطيوها في البلاستيك، غير نشوفوا راسنا ما غاديش نستعملوها نحيدوها نغطيوها باش ما تنشفش. خديت هنا واحد الكره د العجينه ضفت عليها النكهه نتاع الحامض، خدمتها هكا شي شويه كيف ما شفتوا. كما قلت لكم العجينه ماشي كندلكها، راه غير كنحاول نحلها هكا ونجمعها مع بعضياتها وصافي. وبالنسبه للشكل الرابع غادي نضيف عليه كيس نتاع الفلون ديال الكراميل. حتى الفلون ديال الكراميل كيخلي هاد الكاطو كيجي بنين بزاف. الصابلي دائما الطريقه ديالو في الخدمه راه واضحه، كنطلقوا العجينه ما بين جوج بلاستيكات اولا الورق نتاع الفران بحال هكا. العجينه تنطلقوها تنرققوها مزيان. الصابلي شحال ما رققناه كيجي زوين كتر وكيجي عاطي للعين وكيجي مهم رقيق. الصابلي كيجي رائع. كنرققوه مزيان مزيان. وخدمت هنايا بالمرشم الداير، خرجت منه هاد الشكيلات هادو اللي هما من بعد غادي نزينهم. هذا هو اللي درت له النكهه نتاع الحامض. العجينه اللي درت لها النكهه الحامض هي اللي خدمتها بهذا المرشم الداير، وغادي نزينها بالشوكولات الابيض. حاولت نخدم بهذاك الشوكولات درتو في هذوك البلاستيكات اللي مكتوبه فيهم عيد سعيد، هما اللي درتهم وزينت بهم هاد العجينه هذه اللي فيها النكهه نتاع الحامض، جات زوينه بزاف. بالنسبه للشكل الثاني ديال الخميسه هذا هو اللي درت له، ضفت عليها الفلون. العجينه اللي ضفت عليها الفلون درتها هاد الشكل هذا نتاع الخميسه هكا، ومن بعد غادي نزينها بالخميسه ديال الشوكولات. والعجينه اللي بقاو ليا جوج كرات نتاع العجينه، وحده خرجتها هكا مربعات وحده خرجت منها الشكل هكا داير، ماشي داير لا بحال اللي بيضاوي شي شويه. انا غادي نوريه لكم من بعد. هادو اللي دايرين شوفوا معايا تبارك الله الصابلي كي جا تيحمق، جا رقيق وجا محافظ على الشكل ديالو، تيجي زوين بزاف بزاف. وبالنسبه للمربع حتى هو راه هو اللي شفتوه معايا. شو تبارك الله شحال د الكميه عطاني هاد العجين هذا، راه كميه كبيره تبارك الله. شوفوا معايا حتى المربع كيف جا زوين بزاف، كيجي محافظ على الشكل ديالو. هذا هو اللي ما شفتوش معايا فاش طلقت العجينه وقطعتها بالمراشم. ما كنتش مقيله موضحه لكم في الصوره هذا الشكل هذا. المهم المرشم على هذا الشكل، طلقت العجينه حتى هي وقطعتها هكاك وصافي. وهذا اللي ديال الخميسه غير ردوا لهم البال في الفران. انا راه عندي شي حبات تماك اللي طابوا ليا شي شويه اكثر من القياس. وهنايا بديت نزين معكم ساعه التليفون عمر ليا وما قديتش نشارك معكم الطريقه نتاع التزيين ديال كل شيء. والصراحه كنت عييت صافي منين عمر ليا التليفون، ما كانش عندي الوقت باش عاد نجلس نحاول نخوي منه شويه باش نكمل التصوير. فكملت صافي كملت التزيين حتى لغد ليه عاد صورت معكم دوازاتي كيف جاو الصابلي وكل شيء. هنا كنت يلاه بديت كنشارك معكم هكا استعنت بالكونفيتور نتاع المشماش، وكنزين هكا بهاد الشوكولات هادو كيما قلت لكم، هادوك البلاستيكات اللي كنعمروهم بالشوكولات وكيكونوا فيهم الاشكال مختلفين. انا اختاريت نخدم بهذا اللي بحال هكا بحال الورقه كيجي زوين بزاف. وزينت بالبيستاش، هذه هي العجينه اللي كنت درت مخليتها ما زدت لها حتى شي اضافه، درت لها الشوكولات الابيض والبيستاش. حتى العجينه نتاع هاد الصابلي المربع كنت ما ضفت لها حتى شي حاجه. هادو هما جوج نتاع الكرات العجين اللي كنت خليتهم هكاك، جاو بنانين بزاف لان في الاول ضفنا داك الحليب غبره مع الفاني. العجينه جايه بنينه وجايه زوينه بزاف. الخميسه كنت العجينه ديالها ضفت لها الفلون تاع الكراميل وزينتها بحال هكا بهذيك الخميسه ديال الشوكولات. صافي تيجي الشكل ديالها زوين. البليصات اللي عندي في الصابلي ما لاحقهمش هذاك الشوكولات كنحاول ندوزهم في اللوز مهرمش بالقشره ديالو ومهرمش رقيق.
هانتوما شوفوا معايا كيف كتجي زوينه بزاف الصراحه. جا المنظر والمذاق تيحمق. اخر واحد من الشكيلات نتاع الصابلي هو هذا، درت له حتى هو شويه نتاع الكونفيتور باش تلصق لي عليه هاد الدوره هذه نتاع الشوكولات الابيض اللي راه مكتوب فيها عيد سعيد، ودايره لها شي شويه نتاع داك الذهبي اللي كنزينوا به بحال هكا الحلويات. هنا شوفوا معايا الشكيلات كيف جاو تيحمقوا. هاد الشكل هذا عمرته من الداخل بالكراميل، جا زوين بزاف بزاف. وزدت عليه هكا واحد الخطيطات رقاقين تاع الشكلاط الكحل من الفوق. شوفوا معايا كيف جا هشيش وجا بنين، جا تيحمق. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الشكيلات، اكيد غادي يعجبوكم. هنا تنحاول نوضح لكم كل شكل، كنحاول نوريه لكم مزيان كما قلت لكم، لان ما شاركتش معكم الطريقه نتاع التزيين. هذا اللي عمرته من الداخل بديك الكوك والكونفيتور، فاش بغيت نزينو دهنتو حتى هو من الوجه ديالو مزيان بالكونفيتور نتاع المشماش ودوزتو هكا في الكوك. جا زوين، جا هشيش وجا تيحمق. وهذا الشكل هذا اللي عمرناه من الداخل بداك اللوز مع الكراميل جا حتى هو زوين بزاف. الطريقه ديال التزيين درت له بسيطه، حتى هو دوزتو في الشوكولات الكحل ملي ذوبته وزينته من الفوق بدوك الرقائق نتاع اللوز اللي محمرين. جا تيحمق. شوفوا معايا كيف كتبان هذيك الحشوه اللي درنا له لداخل، وتا هو هشيش وبنين بزاف بزاف. هذا الشكل اللي درناه زدنا على العجينه اللي زدنا عليها الفرماج، هي هذه زينتها بهذه الطريقه. منين خرجتها من الفران الصراحه كان ما بقاش كيبان داك السكر كلاصي بزاف، فعاودت رشيت العجينه ماشي العجينه، عاودت زعما دوزت هكا، رشيت واحد الرشه خفيفه ديال السكر كلاصي على هذا الشكل هذا ديال دوازاتاي، وعاد عمرت في هذيك الحفيره بواحد شويه نتاع الكونفيتور ديال الفريز. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. حاولت نشرح لكم مزيان في هذا الفيديو، نوضح لكم المراحل كامله اللي درت. كنعتذر لان الفيديو جا شي شويه ناقص، الطريقه نتاع التزيين ما شاركتهاش معكم كاملين زعما الشكل، ما وريتكمش الطريقه ديال التزيين لان التليفون كان عمر ليا وما بغاش يزيد يصور، حتى لا ليه نقصت منه شي هكا، مسحت منه شي فيديوهات، عاد قديت نصور لكم الشكل النهائي نتاع دوازاتي. ولكن الا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه خليوه لي في التعاليق. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه الفيديو الاخير، والى فيديو مقبل ان شاء الله.